اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك. حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء. وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. اللهم امين يا رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا باحسن صحة واتم حال، ويا رب كل الفيديوهات اللي انا بنزلها لكم تكون بتنول اعجابكم. بس بقى نصلي على سيدنا محمد. يعني بصراحة انتوا عارفين طبعا ان ده الدور الارضي اللي هو بتاع الهرس والدخول والخروج بقى ايه، اللي هو الارض اللي هو ايه. طبعا الاولاد بيلعبوا، طبعا اللي جاي من بره يخشوا. يعني بصراحة بيبقى الدور الارضي دوت سداح مداح كده، زي ما ايه حماتي بتقولي كل اللي جاي من بره يخش يعني وكاله من غير بقى زي ما بيقولوا. فالمهم زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي، بصراحة كانت الأوضة منظرها يضرب يقلب. ليه بقى؟ لأن بصراحة طبعا بيولعوا فيها، تمام، وبيقعدوا يجيبوا قصب، يقعدوا بقى ياخدوا سهرتهم فيها. طبعا احنا بنبقى معاهم والأولاد معاهم. وطبعا اللي كانوا قاعدين دول كانت بنتي رودي، ودي واحدة صاحبتها اللي هي جارتنا يعني، وكانت قاعدة معانا برضو. طبعا كانت الدنيا تقلب، هي بصراحة تضرب تقلب. مش عارفة اعمل ايه. انا كان نفسي والله العظيم اقوم اهد الحيطان دي واهد الدنيا دي كلها على اللي فيه، بس قالوا لي هتروقي تاني وهنبوظ لك الدنيا تاني. طب انتوا قولوا لي حبايب قلبي اعمل انا ايه مع الناس دي؟ بصراحة يعني مدمريني صحيا ونفسيا، والله المستعان. طبعا رحت الكنسة زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي، سبتهم قاعدين زي ما هم على السرير، لان استحاله هم يقوموا. طبعا انتوا عارفين الاولاد بيعندوا معانا. طبعا الجو ساقعه، وصراحه انا بطمن اما بيبقوا قاعدين قدام عيني ويجيبوا اللي يجيبوا. ان شاء الله يجيبوا يا رب صحاباتهم كلهم يقعدوا معانا. اهم حاجه يبقوا تحت عينينا وقدام عينينا، عشان لا قدر الله ايه مفيش حاجه تحصل لهم بره. وطبعا هنا اضمن وامان، تمام. طبعا اللي انتوا شايفينه دوت في اول الفيديو كان برسم، يعني كنت مخرطاه عشان خاطر الطيور اللي عندي فوق، اللي هي الفراخ البلدي وكده. ولميته طبعا على الصينيه، ورحت ايه خارجه المواعين غسلاها. كان مطرح ما كنا بنشرب شاي وكده زي ما انتم شايفين. وطبعا كنا واكلين في اليوم ده، كنا لسه يعني فطرانين رنجه، لان احنا ما بنلحقش الفول والطعميه يعني عقبال ما بنقوم نروق وكده. يبقى في كام واحده بس، كام مطعم يعني في الحته عندنا كده فاتحين وما بنلحقهمش. فرحنا جايبين رنجة وسويناها واتغدينا والحمد لله. والله كان فطار مش غدا بصراحة، يعني كنت لسه اعمل الغدا. غسلنا عدة الشاي ومسكت الحوض غسلته زي ما انتم شايفين، ومسكت البوتاجاز برضو غسلته ونضفته، لان طبعا مكان الشوي وكده. كده كده يا حبايب قلبي انا كنت شاويه في صينيه، بحط صينيه كده على البوتاجاز ناشفه من غير اي حاجه. بروح حطاها وبروح حاطه الرنجة عليها، بقعد اقلبها كده على الجنبين لغايه اما الرنجة تسيح خالص معانا وتستوي وتفتح معانا كده وتبقى جميله. بس رحت ماسكه البوتاجاز زي ما انتم شايفينه. وطبعا الحوض مكان الغسيل وكده ومكان الزفاره. طبعا يا حبايب قلبي اللي قدام الحوض ده هو الحاجات اللي هي اللي موجوده دي ما بتطلعش، لان دوت كان بنتي صغننه كانت ماسكه حاجه مولعه وراحت رميها في الحوض، زي حته قماشه حاجه بلاستيك مش عارفه. المهم كانت حاجه مولعه وراحت حطاها سابتها لما عملت اثار حروق في الحوض. فعشان كده حاولت اطلعها كذا مره ما طلعتش، فيعني مره على مره كده فايه فبتطلع. هنا طبعا انا كنت سالقه فراخ عشان خاطر هنعمل، طبعا كان باين قدامكم ان في ملوخيه هعملها. فانا في الوقت ده كنت خرطتها طبعا وعنتها
وهنا كان في حوالي نص كيلو لحمه برضو كده كان متعان في الفريزر، رحت مطلعاه قلت اما اسلقه بالمره زي ما انتم شايفين. بطلع الريمه الحاجات البيضه اللي هي عليها ديت، وبعد كده بقى اروح حاطه المنكهات اللي انا بحطها، فلفل، بصل، طماطم، حته جزرايه. عايزه تحطي دجاج حطي، بس انا بصراحه ايه اللحمه الجميله مش محتاجه دجاج. وانا طبعا كنت سالقه فراخ زي ما انتم شايفين كده، نفس الحاجات اللي بحطها على اللحمه عادي بحطها للفراخ. لازم هنعمل اي شوربه لازم نظبطها بالمنكهات بتاعتها. تمام يا حبايب قلبي، اللي وصل معاه لغايه هنا بقى ما ينسانيش في اللايك والاشتراك والمشاركات الجميله بتاعتكم كده، عشان ربنا يبارك لنا في القناه كده، وان شاء الله تكبر ليكم بفضل ربنا ثم بيكم. مش يا حبايب قلبي؟ يعني ايه بالله عليكم تقفوا معانا كده وما تنسونيش باللايك. يعني انا بقعد ارجع كتير كتير كتير، بس وجع عند حته اللايك دي بروح ناسياه. هنا طبعا انا مكركه الملوخيه اهي، طبعا عملنا الشوربه الجميله وخرجت الفراخ تتهوى عشان ما تتهريش. طول ما انت حاطاها حبيبه قلبي في قلب الشوربه فهتتهري منك، فانا بصراحه اول ما بتقلب بروح شايلاها. هنا بقى رحت حاطه الملوخيه واللحمه كانت لسه لانها بصراحه كانت جملي والله. هنا كنت دقه توم وفلفل والكزبره، وطبعا هنا حبايب قلبي الملوخيه زي ما انتم شايفين اهو، وبعمل لها الدقه الجميله بتاعتها اللي بصراحه ريحتها بتبقى خطيره. فزي ما انتم شايفين بقى كده هنا عامله الدقه، وشلت حته بقى لان بصراحه يعني جايبه بدنجان برضو هقليه، وقلت بدل ما اعمل توم تاني لا رحت ناقصه حته، ورحت حطيت عليها كمون وشطه وكده، ورحت محداه قدامكم بعد ما قليته. وطبعا الفراخ دهنتها صلصه لان بصراحه ما بحبهاش مقليه عشان خاطر الزيت وكده، وكمان الزيت مش متوفر زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي. وكان وقت التقديم خلص معاكم يا رب يكون فيديوهاتي بتعجبكم وتنال اعجابكم، يا رب اكون يعني بقدر ابسطكم بفيديوهاتي دي وتكون خفيفه كده ولطيفه على قلوبكم. بس اهم حاجه ما تنسونيش يا حبايب قلبي باللايك، واللي لسه ما اشتركش في قناتي يتفضل ينورلي وشرفني ويشترك في قناتي. وكل الناس المحترمه الجميله اللي موجوده معايا بحب اشكرهم جدا واقول لهم ان انتوا نورتوني وشرفتوني، وجودكم طاغى على راسي من فوق. هنا نكون اكلنا خلاص جاهز بقى يا حبايب قلبي، ما عادش فاضل ان احنا ناكل، وتعالوا اتفضلوا معانا. ومن هنا الفيديو القادم هسيبكم في رعايه الله، وهتوحشوني جدا يا حبايب قلبي. بس اهم حاجه ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه والمشاركات الجميله اللي بتاعتكم الحلوه كده، والتعليقات الجميله اللي بترفع من معنويتي. ويا رب اكون عند حسن ظنكم، واي حد عنده اي سؤال عنده اي استفسار ليا في اي حاجه الواتس بتاعي تحت امركم. من هنا الفيديو القادم اقول لكم ما توحشوني، واسيبكم في رعايه الله، ومع السلامه حبايب قلبي.